وقفة مع آية. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. صدق الله العظيم. هذه الآية المباركة أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن أمران. الأمر الأول أن الله عز وجل أعد لأهل الإيمان، أعد لأهل طاعته جنات يدخلونها فيها ما فيها من النعيم، فيها ما فيها من السعادة، فيها ما فيها من السعادة التي لا مثيل لها والتي لن تنتهي أبدا. وأما الشق الثاني فالله عز وجل أخبرنا أن غير المسلمين من الكافرين ما لهم هم في هذه الدنيا إلا بطونهم وفروجهم. غير المسلم في هذه الدنيا ليس له هم إلا أن يشبع بطنه من حلال أم من حرام. غير المسلم ليس له هم في الدنيا إلا أن يشبع شهوته، أن يشبع رغبته من حلال في حلال أم في حرام. فالله عز وجل شبه غير المسلمين بأفعالهم هذه بحبهم لشهواتهم ورغباتهم أنهم والعياذ بالله تعالى يأكلون كما تأكل الأنعام، أي أنهم كمثل الأنعام ليس لهم ضابط وليس لهم رابط، فهم يأكلون ويتنعمون من حلال أم من حرام، بحلال أم بحرام، وهكذا حالهم. فالله عز وجل شبه أفعالهم بالبهائم والعياذ بالله تعالى. فعلى المسلم أن يحذر أن يكون كغير المسلم في شهواته أو في رغباته، أو أنه ما يتمناه دائما، لا يتمنى إلا ما يرضي الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.